هذه جلسة تاريخية. هذه الجلسة تاريخية وبينت حجم نظام العسكر وبينت بأن المغرب قوي جدا. المغرب في هذه المسألة وعنده الحلفاء نتاعو، وأن نظام العسكر ما عنده لا حلفاء ولا هم يحزنون. أي عمار بالجامع قلت بوني طرد دروك طاطا إليزابيث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والكلمة القوية كانت من قبل مندوب فرنسا بالأمم المتحدة اللي ما تكلمش فقط على التصويت لصالح القرار ولا قال ندعو خطط الحكم الذاتي مثل ما كان يتكلم في السنوات الماضية. قال بأن فرنسا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وأن حاضر ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية، وهذه صفعة كبيرة على المباشر على جبين نظام العسكر بمجلس الأمن. اليوم جلسة تاريخية، اليوم اللي عشناه جلسة تاريخية، وعمار بالجامع بين الضعف نتاع نظام العسكر والحجم نتاعو، وبأنه ما عندوش حلفاء لا في الشرق ولا في الصين معاكم.